العاشرة مساء بتوقيت أسمر. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها لكم بأهم ما ورد فيها من أنباء. فخامة الرئيس يستقبل وفدا سعوديا عالي المستوى. إعلان نتائج امتحانات الشهادة الوطنية. تنظيم مهرجان الإريتريين في شرق كندا. الصين تهدد بإجراءات مضادة إذا نشرت أمريكا صواريخ في آسيا. طالبان تشجب الانتخابات الأفغانية. وانفجارات تهز مستودع أسلحة في روسيا. كان ذلك موجز النشرة، معكم فيها نور الدين خليفة. إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. استقبل فخامة الرئيس سياس أفورقي اليوم 6 أغسطس وفدا سعوديا برئاسة قائد قوات التحالف ضد الإرهاب الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز. وبحث اللقاء الذي جرى بقاعة هاجر تطوير العلاقات الثنائية وأمن حوض البحر الأحمر. وحضر اللقاء من جانب إريتريا كل من قائد القوات البحرية اللواء حمد كاريكاري، وقائد هيئة أركان القوات البحرية العقيد ملأكة تخلا مريم. كما حضر من الجانب السعودي كل من قائد عمليات القوات البحرية اللواء يحيى محمد عسيري، والعميد خالد بن محمد الرمالي من قيادة قوات التحالف، والعميد حسن بن سعيد من قيادة عمليات القوات البحرية. أعلن مركز الامتحانات في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث نتائج امتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية اليوم 6 أغسطس. وأوضح المركز في تصريح صحفي لوكالة إيرينا نجاح 40.8% من 16,060 طالبا جلسوا للامتحانات. وقد حصل 15.1% من الناجحين على نقاط تؤهلهم للدراسة بدرجة البكالوريوس، و12.5% بدرجة الدبلوم، و13.2% للشهادة. وقد أجريت امتحانات الشهادة الوطنية الثانوية من 18 وحتى 23 من مارس داخل البلاد ومدارس الجاليات الإريترية في الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية. نظم من 3 وحتى 5 أغسطس بمدينة تورونتو مهرجان الإريتريين في شرق كندا تحت شعار المثابرة على الصمود للتنمية. وافتتح المهرجان السفير نغاسي سنغال، وشارك فيه عدد كبير من الإريتريين من مدينة تورونتو وشرق كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأصدقاء إريتريا. وقال رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات السيد تمسجن تارفه في الكلمة التي ألقاها إن مهرجان هذا العام استثنائي لكونه ينظم تزامنا مع اليوبيل الفضي لتأسيس ساوا وبدء الخدمة الوطنية، إضافة إلى مضي عام على اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا. وأوضح أن المهرجان له مميزات الحفاظ على الوحدة وتمتينها وتوريث القيم والتراث وتبادل المعلومات الآنية بشأن البلاد. وقدم الكاتب والباحث السيد إلياس أماره سيمينارا حول دور ومساهمة الإريتريين في المهجر لإعمار البلاد. وتخلل المهرجان السنوي أنشطة ثقافية ورياضية، وقدمت الجوائز للفائزين في المنافسات الرياضية وغيرها. قام سكان ضواحي كارشاملا وغسطي وإنجرني وولاتا بارك وأندرايب بمديرية أغردات وثلاثة ضواح أخرى بنفير لمكافحة الأمراض المعدية التي تظهر في موسم الخريف. وأوضح مسؤول نظافة البيئة في مكتب الصحة بالمديرية السيد دانييل كيداني أن الهدف هو السيطرة على الأمراض التي ينقلها البعوض، حيث يشمل العمل نظافة البيئة ورش المبيدات على حوالي 20,000 منزل.
وقال إن رش المبيدات الحشرية كان لا يجري في المدينة وسينفذ هذا العام داخل أغردات. كما أشار إلى أن المبيدات الحشرية إذا تم رشها حسب التعليمات تكون فاعلة ل3 أشهر، ولفعالية أكثر يتوجب على المواطنين دفن برك توالد البعوض وضمان نظافة محيطهم. وأشاد العاملون في رش المبيدات بتعاون السكان لإنجاح مهامهم. أجريت إصلاحات في محطة حافلات سجنيتي ببناء جسر للسيول التي كانت تغمر المحطة، بالإضافة إلى أماكن انتظار الركاب. وأوضح المشرف على العمل السيد فسهية تسفا ميكائيل أن العمل أنجز في غضون 4 أشهر بتضافر جهود العاملين. وذكر المدير التنفيذي لإدارة سجنيتي السيد يوهانس جبر مسقل أن العمل المنجز سيسهم إلى جانب منع غمر السيول في نظافة المدينة. مشاهدينا الكرام، كانت تلك أخبارنا الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. هددت الصين باتخاذ إجراءات مضادة إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى تنطلق من البر في آسيا، وحذرت حلفاء الولايات المتحدة من العواقب إذا سمحوا بنشر تلك الأسلحة على أراضيهم. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أبدى في أستراليا تأييده نشر هذا النوع من الصواريخ قريبا، ربما خلال شهور. وانسحبت واشنطن رسميا الأسبوع الماضي من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي وقعتها مع الاتحاد السوفيتي في 1987 خلال فترة الحرب الباردة، والتي تحظر الصواريخ التي تطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 و 5500 كيلومتر. واتهم مسؤولون أمريكيون روسيا بعدم الالتزام بالمعاهدة، لكن الانسحاب يسمح للولايات المتحدة أيضا بتطوير أسلحة جديدة للتصدي للصين التي تملك قوة صاروخية برية تزداد تطورا. ولم تكن بكين طرفا في المعاهدة ورفضت الانضمام إليها. وقال فو كونغ المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الصينية إن بكين لن تقف مكتوفة اليدين، وهي ترى الولايات المتحدة تنشر صواريخ في آسيا، وخص بالذكر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وحذر من أن ذلك لن يخدم الأمن القومي لهذه الدول. شجبت حركة طالبان الإسلامية الانتخابات في أفغانستان قائلة إنها انتخابات صورية، وإن مقاتليها سيبذلون ما في وسعهم لمنعها. وحثت الناس على الابتعاد عن التجمعات الانتخابية، محذرة من احتمال تعرضها لهجمات. وقال الطالبان إن التركيز يجب ألا ينصب على الانتخابات المقررة في 28 من سبتمبر المقبل، وإنما على جهود التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو اتفاق من المتوقع أن يلزم واشنطن بسحب قواتها مقابل تعهد طالبان بألا تكون أفغانستان محلا لتدبير هجمات إرهابية. ودعت طالبان لمقاطعة الانتخابات، وقالت إن مقاتليها سيبذلون ما في وسعهم لمنعها. وقال مبعوث السلام الأمريكي الذي يقود المحادثات الجارية في قطر مع طالبان إنه يجري تحقيق تقدم هائل في المحادثات للتوصل إلى اتفاق من 4 أجزاء، ورغم المحادثات لم تنحسر أعمال العنف. هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومنيا في البلاد. ونقلت وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية قولها إنه تم إجلاء 11,000 روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كارسيونيرسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري. ونقلت تاس عن أطباء قولهم إن 8 أشخاص أصيبوا في الحادث. وقال شركة روسال وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك، وأجلت كل العاملين باستثناء الأساسيين لضمان سلامتهم.
ويعد هذا أكبر مصنع في روسيا لإنتاج الألومينا، وهي المادة الخام التي تتحول بعد صهرها إلى ألومنيوم. يخوض الإندونيسي ميدي باستوني مهمة شاقة تتمثل في السير بظهره من مسقط رأسه إلى العاصمة جاكرتا لمسافة تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، ويأمل خلال رحلته أن يرفع الوعي حول التدمير الذي تسببت فيه عملية إزالة الغابات والحصول على بذرة شجرة كلفته رمزية من رئيس البلاد جوكو ويدودو. ويريد الرجل أن يزرع تلك البذرة على سفح جبل ويلس، وهو بركان يقع في شرق إقليم جاوة حيث يوجد مسقط رأسه. وبدأ بستوني رحلته في 18 من يوليو الماضي، ومنذ ذلك الحين قطع حوالي 200 كيلومتر، ويسير من 20 إلى 30 كيلومترا على الأقل يوميا، ويأمل في الوصول إلى جاكرتا في عيد الاستقلال الذي يحل في 17 من الشهر الجاري، ويحمل حقيبة ظهر بها وجبات خفيفة ومياه فقط، ويراقب طريقه عبر مرآة تعكس الطريق خلفه. وأندونيسيا بها ثالث أكبر منطقة للغابات الاستوائية في العالم، لكنها خامس أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويعود ذلك بشكل أساسي لإزالة الغابات. بهذا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرة الأخبار لهذا المساء. تحية لكم من الفضائية الإريترية، إلى اللقاء.